الساعه الامس فيت البالانس ب 8500 جنيه. انا هشرح لك شويه حاجات تقول لك تشتريها ولا لا، وانت قرر شوف المناسب ليك ولا لا، لان انا شايف ان سعرها مبالغ فيه. لكن زي ما احنا متعودين، انا مش مستفيد اي حاجه من اي براند، مش باخد حاجه من البراندات، فبالتالي بقول رايي بكل اريحيه وبكل يعني ايه مصداقيه. بس ده شكل الساعه في الايد. تمام، شكلها لطيف جدا. انا هحكي لك الاول شويه المزايا اللي فيها. الساعه فيها شويه تفاصيل وحوارات، انا قلت لك حتى في الريل هات كوبايه شاي وانت جاي، لان الموضوع طويل. يعني الساعه فيها تفاصيل كتير لكن مش متقنه قوي. يعني فيها تفاصيل كتير بس تفاصيل مرهقه، تخش على الابلكيشن تحس ان انت تهت. فانا هجي لك بالتفصيل. اول حاجه خلينا نتكلم عن الشكل والتصميم. بتيجي بالزجاج ياقوتي 1.5، والشاشه بتاعتها اموليد، الوان واضحه في الشمس، تيجي من 1200 لحد 2000 نتس وضوح الوان في الشمس زي ما انت شايف. لا غبار عليه، ممتاز جدا وهايل جدا. على فكره احسن موبايلات، انا في موبايلات بجربها النتس بتاعتها بتبقى وحشه جدا، بتطلع الاضاءه بتاعتها في الشمس سيئه جدا. وزنها خفيف 42 ل 35 جرام. طبعا رغم ان هي ميتال، تمام، رغم ان هي ميتال لكن الساعه بصراحه شكلها خفيف ووزنها خفيف. بيعجبني جدا بقى ايه موضوع الكراونز. يعني أنا اي ساعه بتيجي بكراون زي كده بالنسبه لي دي شياكه اناقه. بص شكل الكراون بيبقى شكله حلو قوي، الزرار اللي في الجنب ده، وهقول لك استخداماته. وطبعا المخرج بتاع السبيكر، وهنا السنسور. ده شكل الساعه، محتوياتها بيجي معاها الشاحن بس، ما بيجيش معاها حاجه تانية. وعشان ما اطولش عليك فانا هقول لك التكات بتاعت الساعه. الساعه حلوه لطيفه جدا، ديزاين بتاعها شيك، شكلها فخم، تستاهل فعلا 8000 ونص. بتيجي ببطاريه 14 يوم، واخيرا حد قدر يقف قدام هواوي ويقول لها كفايه انا بعمل بطاريات 14 يوم زيك. وساعات البطاريه بتاعتها بتوصل ل 21 يوم، ودي عن تجربه. لا فعلا البطاريه بتاعتها لطيفه جدا. انا شاحنها النهارده مثلا، كانت يعني النهارده مثلا في الاستخدام كانت 36، دلوقتي 31. الساعه 11 بالليل، انا بستخدمها من الصبح ولابسها طول الليل وانا نايم. فهاجي لك برضو في حته النوم دي، واجي لك في التفاصيل التانيه. بتيجي ب 170 مود رياضي، ودي حاجه برضو رقم كبير جدا بالنسبه للسبورتس مود او الحاجات اللي بتيجي على الساعه. فيها جي بي اس، بتدعم المكالمات وبتدعم الفويس اسيست، ولكن ليس الفويس اسيست بتاع جوجل، لا، ولا سيري بتاع ابل. حاجه اسمها زي فلو اللي هو الابلكيشن بتاعها، فده الاسيست بتاعها او المساعد الصوتي بتاع الساعه الخاص بيها. يوجد عليها يا صديقي مساحه داخليه تقدر ان انت تحمل عليها بعض المزيكا او الاغاني عشان تسمعها من خلال الساعه، ودي حاجه ما حدش بيعملها بس لازم تبقى عارفها عشان انت هتدفع 8000 ونص. فانا بحكي لك كل حاجه. من الحاجات الطفره اللي كانت في الساعه ان الساعه 10 اي تي ام، وده معدل قياس جديد انا ما شفتوش قبل كده في اجهزه بصراحه. 10 اي تي ام بتنزل معاك تحت الميه. طبعا مش هقول لك 5 متر والكلام ده، لا، ده هي مصممه خصيصا للسباحه الحره او الغطس الحر. الناس اللي بتغطس امتار تحت الميه 40 متر و45 متر ممكن يستخدم الساعه دي تماما، ما عندوش اي مشكله في اي حاجه. طيب ايه تاني بقى؟ التفاصيل الصغيره بقى. انا كده خلصت لك الحاجات اللي هي ايه اللي من بره، لكن التفاصيل التانيه بقى تقدر تشوف منها الطقس، تعمل مكالمات دايركت، بتقيس نسبه الاكسجين في الدم، الخطوات، تمام، الهارت ريت، نبضات القلب، تقدر تظبط عليها منبه، تديك بعض الاشعارات اللطيفه بلغه لطيفه زي ما انت شايف كده. اللغه واضحه، تم تنفيذ تحويل مش عارف ايه، مطلوب كذا، مطلوب قائد فريق، كل ده لطيف. اسحب الستاره، اسحب الساعه ناحيه اليمين، هتلاقي بقى الستبس بتاعتك، استند قد ايه، دقيقه، الهارت ريت. بص تفاصيل واضحه، والشاشه حجمها كبير بيديك. بص كل دي بقى ايه كل الانظمه الرياضيه اللي قلنا عليها زي ما انت شايف كده. تمام، ارجع تاني، اسحب ستاره الاشعارات من فوق، هتلاقي البطاريه دوست عليها تديك الباور سيفنج مود بس احنا مش هنعمله. وهنا السليب مود، وهنا السليب مود، وهنا ده. وعندك ثياتر مود، وبيقول لك التاريخ، تقدر تظبط الاضاءه بتاعتها كل قد ايه. تمام، البرايتنس برضو تقدر تعليها او توطيها من هنا. انا بس حابب احكي لك كل الحاجات دي بالتفصيل. السيتنج بقى بيتكلم واتش فيسز، الواي فاي، وتقدر تربطها بالبلوتوث، والكلام الجميل ده. انا عايز بس اجي لك يعني ايه في حته كده عشان عايز اشرح لك بالتفصيل بقى شويه حاجات كده عكعكه حصلت في الساعه. فيها كشاف للطوارئ، وده لطيف جدا برضو، انا بحب موضوع الكشاف الطوارئ ده فعلا بينفع. وواي فاي وبلوتوث، وتدور على الايربودز وتحط دايركت الايربودز على الساعه وتقدر تستخدمها دايركت. كل ده لطيف جدا. تمام، تعال اقول لك العيوب بقى. اول حاجه، عايز تدفع فيها ان اف سي، فيها ان اف سي. عندك الدفع بيه جوجل بلاي او ابل باي، صح كده؟ طيب الاثنين مش شغالين. الاثنين على الساعه دي مش شغالين. هم شغالين حاجه اسمها الزيب فلو باي، اللي هو الزيب فلو برضو، اللي هو الابلكيشن المساعد الصوتي بتاعها. طيب انا مش هثق فيه، انا ما اعرفوش، فانا مش هحط كريدت بتاعتي ومش هدفع من خلاله. ده لو انا البلد بتاعتي بتدعم الان اف سي اصلا.
الاستخدام الطويل بقى ظهر لي شويه حاجات هي لطيفه والبطاريه بتقعد، لكن في لاج شويه في الرسائل. يعني في شويه لاج في الرسائل كده سيئه جدا. انا مش عارف ليه. بعض التفاصيل الرياضيه في الابلكيشن مش موجوده، في ايام واقعه، السليب مونيتور واقع، في بعض الستبس مثلا ما بتديهاش اكيوريت، بمشي عدد خطوات اكتر من اللي بيتكتب. في حاجه انا مش فاهم، هل ده ممكن يكون ابديت؟ هل ده يكون مثلا ايه عشان لسه جديده محتاجه ابديت مثلا السوفت وير الجاي ده يتعدل الاخطاء دي تبدا تظهر؟ اتمنى، يعني اتمنى. قبل ما اكمل برضو، لو فتحت بقى بص افتح بقى المنيو بقى تلاقي فيه حاجات كتير جدا. الطقس والفيميل سيركل كل ده تقدر من خلال الساعه، والماب والجي بي اس، بص حاجات كتير جدا تقدر بقى تقعد تلعب كل الحاجات دي. مزايا، مزايا وريكورد ونوتس تسجلها من عليها. لكن انا مشكلتي كانت في الابلكيشن. الابلكيشن جوه زحمه، يتوهك، الداتا مش كامله، مع اني كنت بنام بالساعه وبستخدمها وقالع الساعه بتاعتي وماشي بدي ماشي بص مموت نفسي بيها، لكن ما ادانيش داتا كامله، فارهقني. يعني انا في الاخر حسيت ان انا تهت. وبعدين بقى الرخم في الموضوع ان انا في حاجات اجي استخدمها يقول لي اشتريها. طيب انت عندك بلاي ستور بتاعها واقدر احمل ابس على الساعه من خلال الابلكيشن. خش بقى يقول لك عايز تشتري بقى سليب مونيتور يتراك كل حاجه بالتفصيل عن النوم، اشتريه ب 2 دولار. انا ليه ادفع 2 دولار وانا شاري ساعه ب 8000 ونص؟ يعني ليه اعمل ده؟ ليه الموضوع مش سهل زي مثلا شاومي؟ ليه الموضوع مش سهل زي هواوي؟ ليه الحياه عندكم صعبه؟ بتقيس نسبه الدهون والكتل العضليه، ودي حاجه صايعه شويه، بس طبعا لازم تحط ايدك على السنسور مظبوط وتفضل ثابت بشكل معين عشان تعرف تقيس القياس بتاعها. طبعا الريدي سكور، وده حاجه جامده جدا، بيقيم اجهاد الجسم، يقول لك جسمك متعب مجهد متعب، مفيش حاجه اسمها متعب، هو مجهد او لا. ما بتدعمش، رغم ان هي فيها مساحه داخليه اقدر اشغل عليها اغاني، لا تدعم الطرف الثالث او البرامج اللي هي ثيرد بارتي زي مثلا سبوتيفاي. لا، لازم انزل من عليها ابلكيشن ام بي 3 عشان خاطر اشغل الاغاني بتاعه سبوتيفاي مثلا او انغامي عليها. وحاجه تانية برضو مضايقاني منها، ما فيهاش شحن وايرلس لاسلكي. ساعه بالسعر ده ما فيهاش شاحن لاسلكي، يعني لو الشاحن ضاع يا اما اشوفه عند الوكيل، ما تشوفه عند الوكيل خلاص كده. بص انا مش بقفلك من الساعه، الساعه رهيبه رهيبه، فكره ان هي تقعد 14 يوم دي بالنسبه لي بوم. ريكوردات رياضيه محترمه وممتازه، لكن انا عندي شويه مشاكل مع الدفع. لو انا مثلا في الخليج وعندي الان اف سي شغال، الدفع خلال الساعه مش هتعرف تستخدمه، زف لو بس. تمام. عندك شويه تفاصيل كده يعني. عارف انت الابس لازم اشغل سبوتيفاي او اغاني، لازم انزل سيرت. انا بتكلم ان انا طالما وصلت في امس فيت، عشان بس يبقى كلامي واضح في الفيديو، طالما وصلت في امس فيت ل 8500 جنيه، للرقم العملاق ده، كانت ال 4000 جنيه بس ما تشتريش الساعه. يعني البيب 3 لما كانت ب 2 ونص وب 3 الناس اشتريتها، لو وصلت 4 4 ونص كانش حد هيشتريها. ان اوصل للرقم العملاق ده، فانا عايز حاجه بقى بص تحط على هواوي وتحط على اوبو. هتقول لي طيب ما انت عندك هواوي ب 14000 وب 15000. هواوي بتبيع علامه تجاريه، امس فيت لسه ستيل برضو النهارده انت لسه يعني لسه بتكتب اسمك، لسه انت معروف قوي ومنتجاتك قويه، لكن انت لسه برضو بتقول شويه حاجات، فمحتاج انت تقف جنب نفسك، اقف جنب نفسك بانك تتفادى الاخطاء دي. اتمنى في السوفت وير الجديد بتاع الساعه يتفادوا كل هذه الاخطاء. بس ده باختصار شرح سريع ومبسط ومن غير جلد ومن غير ما هاجم حد للساعه الامس فيت الفالنس. واتمنى الفيديو يكون عجبك. خد بالك بقى عشان لسه احنا عندنا فيديوهات تانية عايزك تعمل فولو، عشان هتلاقي البيب 6 لسه ما شرحناهاش، والاكتيف 2 شفت لسه في حاجات كتير قد كده لسه ما اتكلمناش عنها. فخليك معانا كده عشان تشوف كل اللي جاي. باي باي.